السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله المحتوى القناة يختلف بس الفترة اللي جاية دي بمناسبة رمضان، كل سنة وانتم طيبين. ومش هنبعد قوي عن محتوى القناة بس هنرجع تاني. السلسلة دي هتبقى مختلفة وان شاء الله تعجبكم. سلام. بص يا صاحبي، وجودك في الخندق اللي انت فيه ده دليل على ان مشاكلك كتيرة جدا، بس مشاكلك دي ليها اكتر من حل. وانا رأيي يعني بعيدا عن الدين في طب يا غالي، طب نتفاهم، طب ده متفاهم. طيب كلامنا النهاردة عن عبادة كتير مننا غافل عنها وكتير مننا بيأثر فيها، بس تخيل معايا كده ان في عبادة واحدة بس بتجمع بين اركان الاسلام الخمسة، الا وهي الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. العهد الذي بيني وبينهم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. في الصلاة انت بتقيم الصلاة وبتصوم في صلاتك عن شهواتك وبتقرأ القرآن. وبالنسبة للحج فانت في الصلاة بتتصل بربنا، واقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. كلنا عارفين ازاي الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيصلي من حركات، يعني الرسول ازاي كان بيقيم، ازاي كان بيركع، ازاي كان بيسجد، امتى يحمد وامتى يسبح، والحاجات دي كلنا عارفينها وحافظينها وتربينا عليها. بس محدش لما جه يعلمنا الصلاة قال لنا حال الرسول مع الصلاة كان عامل ازاي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ليه حال مع الصلاة ما يتوصفش. كان صلى الله عليه وسلم كان بيساعد اهل بيته في البيت، حتى اذا اذن للصلاة خرج من بيته كأنه لا يعرفهم، كأنه ما يعرفهمش. الصلاة كان بيتنادي الله اكبر، خلاص الرسول بيسيب كل حاجة في ايده ويطلع على المسجد. انا ما فيش حاجه في ايدي دلوقتي اهم من الصلاه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول لبلال ارحنا بها يا بلال. الصلاه كانت سكينه وهدوء وملجأ للرسول صلى الله عليه وسلم من مشاكله. حل الرسول مع الصلاه كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، وفي رواية تانية إذا حزنه أمر فزع إلى الصلاة. شفت فزع دي؟ الصلاة كانت ملجأ وسكينة للرسول عليه الصلاة والسلام. لما سئلت أمنا عائشة عن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم إزاي الرسول كان بيقيم الليل، قالت أمنا عائشة لا تطيقونه، كان يقيم 4. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيقيم الليل 4 ركعات، فلا تسألوا عن حسنهن وطولهن. يعني ال4 ركعات دول من جمالهم ومن طولهم مش هتعرف توصفهم السيدة عائشة. ولما صلى ابن مسعود ورا الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ان الرسول افتتح البقرة، فقال ابن مسعود فقلت يركع عند 100، يعني صلاة 100 اصلا صلاة طويلة، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما رجعش عند 100 وكمل وافتتح آل عمران، فقلت يركع عند 100، فالرسول كمل وافتتح النساء. وابن مسعود برضو قال لك ان الرسول ما كانش يقرأ كده، الرسول كان يمد الآيات مدا ولا يجد آية تسبيح إلا سبح، ولا آية تكبير إلا كبر، ولا آية عذاب إلا استعاذ بالله من العذاب. يعني صلاة الرسول ما كانش عبارة عن قراءة ولا ركوع ولا سجود، كانت روح. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيصلي بقلبه، كان بيصلي وهو حابب ان هو يصلي، كان بيصلي وهو خايف من ربنا من عذابه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول اللهم حاسبني حسابا يسيرا، وده الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه ان قيام الرسول وركوعه وسجوده كلهم على السواء. يعني لو الرسول مثلا صلى بالبقرة فقرأها مثلا في ساعتين، ساعة ونص، ساعتين دي مثلا بقراءة تانية، يعني ربنا يتوب علينا، قرأ البقرة في ساعتين. ركوعه كان زي قيامه، يعني الرسول ركع مثلا نص ساعة، في حد فينا يقدر يركع نص ساعة؟ وكان سجوده صلى الله عليه وسلم كركوعه، وكان صلى الله عليه وسلم يظل قائما حتى تتفتر قدماه صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال وجعلت قرة عيني في الصلاة، وربنا قال ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ربنا زي ما خلى الصلاة حل لمشاكل الرسول رغم ضخامتها، وطبعا احنا عارفين محدش في حياته شاف زي اللي شافه الرسول صلى الله عليه وسلم من إيذاء أو من اضطهاد أو من تعذيب. فبالعقل كده يعني الصلاة دي مش هتفرج قربي وقربك، ولا هتحل مشكلتي أو مشكلتك. ألا تشرح صدري وصدرك؟ ابن القيم قال لو أردت أن تعرف قدرك عند الله فعليك أن تعرف قدر الصلاة في قلبك. حال السلف مع الصلاة
تعال نقيس نفسنا على ناس ما شافوش الرسول ولا شافوا الصحابة، ناس زينا. سفيان الثوري وهو بيتكلم عن المنصور قال: لو رأيتم المنصور يصلي لقلتم يموت الساعة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول لنا: وصلوا صلاة ودعة، صلي كأنها آخر صلاة ليك، صلي كأن الصلاة دي بعدها هتقابل ربنا. شوف هتصليها ازاي، شوف انت في الصلاة دي هتدعي ايه. وسعيد بن المسيب قال: ما أذن للصلاة منذ 40 عاما إلا وأنا في المسجد ولا نظرت إلى قفا بني آدم قط. يعني صف أول من 40 سنة مفيش صلاة تأذن ليها إلا وهو في الجامع، وما شافش قفا بني آدم، يا إما صف أول يا إما أمام. وروي عن الإمام الجوزي إن هو قابل راجل مسن رايح للمسجد، فقابله عند باب المسجد، فابن الجوزي بيقول له: أؤذن للصلاة؟ فالراجل قال له: أنتظره يناديني حتى آتي إليه. وساعتها ابن الجوزي قال: فعلمت أني عبد سوء. يعني وده ابن الجوزي، الراجل من كتر حبه ومن كتر تعلقه بالصلاة ومن كتر حبه ان هو يبقى متصل بربنا في الصلاة ما قدرش يستنى، ما قدرش يستحمل، واستعجل وعجلت إليك ربي لترضى. مرة فات أحد السلف صلاة العشاء عشان جه عنده ضيف، فلما مشي الضيف نزل ولف على مساجد البصرة كلها عشان يشوف لو في جامع اتأخر في إنه يقيم صلاة العشاء فيلحق صلاة العشاء جماعة، فما لقاش جامع مقيم صلاة العشاء، فروح وصلى صلاة العشاء 27 مرة عشان ياخد العشاء بنفس ثواب الجماعة. وكان الحسن البصري لو توضأ اصفر لونه، وقيل له: ما لك يا إمام؟ فقال لهم: ألا تعلمون بين يدي من سأقف بين يدي ملك الملوك، من أمره بين الكاف والنون، من بيده ملكوت السماوات والأرض. يمشون نحو بيوت الله إذ سمعوا الله أكبر في خوف وفي جذر، أرواحهم خشعت لله في أدب، قلوبهم من جلال الله في وجل، نجواهم ربنا جئناك طائعة، نفوسنا وعصينا خادع الأمل، هم الرجال فلا يلهيهم لعب عن الصلاة ولا أكذوبة الكسل. طب ليه هم كده واحنا كده؟ هم كده عشان عرفوا وفهموا يعني ايه صلاة. الصلاة مش مجرد حركات بتعملها، الصلاة صلة، والصلاة بتبدأ من أول ما المؤذن يقول لك الله أكبر، الله أكبر من أي حاجة، الله أكبر من أي حاجة أنت بتعملها دلوقتي. مفيش حاجة أهم دلوقتي من ربنا، فأنت من الله وإلى الله، فاستجب إلى الله، وحي على الصلاة حي على الفلاح. فتقوم فتتوضى عشان تهيئ نفسك للحدث العظيم اللي انت رايح له ده. ولازم تعرف وانت بتتوضى ان انت ما تتوضاش كده عادي، انت لازم تتوضى بمشاعر، ان انت وانت واقف بتتوضى انت واقف على النهر اللي بينقيك من ذنوبك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام العبد فتوضأ فغسل يديه نزلت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه. يعني وانت بتغسل ايدك كده كل نقطة مية بتاخد سيئة، كل نقطة مية بتاخد سيئة، كل نقطة مية بتاخد سيئة. فانت وانت بتتوضى في كمية سيئات عمالة تمشي من عليك، ربنا بيشيلها لك عشان تروح تقابله وانت صافي، وانت مش عليك سيئات، وانت مش عليك حمل، وانت مش عليك ضغط. ربنا بيحاول يخفف علينا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا غسل العبد وجهه نزلت من عينيه كل خطيئة بصرته عينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. وانت بتغسل وشك كل خطيئة انت بصرتها بعينك بتنزل. يعني ما ينفعش تتوضى كده. قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا تعرفون من إخواني؟ فالصحابة قالوا له: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، إنما إخواني أناس أتوا بعدي فلم يروني وآمنوا بي. فالصحابة قالوا له: كيف تعرفهم يا رسول الله؟ قال لهم: يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء والسجود. يعني تخيل وانت بتتوضى كده ان المية اللي انت بتتوضى دي دهان لونه أبيض. كل ما تتوضى تغسل ايدك في كل صلاة انت بتزود نورك يوم القيامة. يعني تخيل ان انت كده بتتوضى عمال تزود نورك، سبحان الله. فانت وانت بتتوضى ما تتوضاش عادي كده، لازم أن تتوضى بمشاعر، تتوضى بالإيمان دوت ان انت ربنا بينقيك من ذنوبك. لازم تتوضى بمشاعر علشان انت كل ده اصلا بتجهز نفسك وبتجهز قلبك للحدث الأكبر، وبتزود خشوعك لما تروح للصلاة. بعد كده بتمشي في طريقك للمسجد، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل خطوة يخطوها العبد في طريقه إلى المسجد يحط الله عنه بها خطيئة ويرفعه بها درجة. يعني خطوة
خطيئة راحت واترفعت درجة، خطوة خطيئة راحت واترفعت درجة. والدرجة هنا مش درجة عادية، الدرجة هنا ده ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماوات والأرض، دي درجة ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيرفعها لك. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلمات إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. يعني تخيل نور دوت يوم القيامة عشان نبي، ودوت نور عشان شهيد، ودوت نور عشان من الصالحين ومن الصديقين، وانت نورك عشان بس كنت بتمشي للفجر والعشاء. وانت ماشي في طريقك للمسجد بتقول دعاء سماه العلماء دعاء الأنوار: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وفي شعري نورا. اللهم اجعل عن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، واجعل لي نورا، واجعلني نورا. بعد كده بتخش المسجد برجلك اليمين بتقول: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وعزائم مغفرتك. اللهم إني أسألك السلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. وبعد كده بتصلي صلاة النافلة، وكل ده انت بس بتهيئ نفسك للحدث العظيم اللي احنا عمالين نتكلم عليه بقى، الصلاة. فتبدأ صلاتك تقول الله أكبر، وفي نفسك تقول الله أكبر من شغلي، الله أكبر من همي، الله أكبر من عيالي، الله أكبر من دراستي، الله أكبر من جامعتي، الله أكبر من أي حاجة، الله أكبر مما أخاف وأحذر، الله أكبر من كل هم وضيق. مفيش حاجة دلوقتي أهم من ربنا تفكر فيها إلا خشوعك لربنا، وإنت واقف بين يدي من بيده ملكوت السماوات والأرض. أنت واقف بين إيد اللي أمره بين الكاف والنون، فادعي ربنا أنت في الصلاة. بعد كده بعد تكبيرة الإحرام بتقول: اللهم باعد بيننا وبين معاصي كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. انت بتقول كده: يا رب لو كان لسه فيها ذنوب تحول بيني وبين دعائي ألا يستجاب، يا رب شيلها الذنوب، يا رب شيل الذنوب، يا رب لو لسه في ذنوب تحول بيني وبينك، يا رب لو لسه في ذنوب لسه مخليك غاضب عني، يا رب. اللهم قد جئتك راجيا باكيا عاجزا ليس لي رب سواك، يا رب فرش كربي، يا رب. يا رب إن كان قد عمي قلبي بذنوبي وخطاياي فنقه يا رب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، عشان أقدر يا رب أخش عليك بقلب صاف ليس لاهن ليس فيه إلا الخشوع لوجهك الكريم. بعد كده بتقرأ فاتحة الكتاب فتقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، فيا ربي لك الحمد. فتحمد ربنا ان هو وفقك للصلاة واعانك على نفسك واصطفاك انك تقف بين ايديه. الرحمن الرحيم، اللهم قد جئتك بذنوبي وخطاياي، ويا رب انا ما عنديش رب غيرك يعفو ويرحم، اللهم الا تغفر فقد هلكت، اللهم اغفر لي ذنوبي وطهر خطاياي واقبل صلاتي هذه. مالك يوم الدين، وفي رواية ملك يوم الدين. لازم تحسن من وقوفك بين ايدين ربنا علشان مفيش غيره هيحسن وقوفك بين ايديه يوم القيامة، مفيش غيره هيرحمك ولا هيسترك زي ما رحمك في الدنيا. إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم ليس لنا رب سواك ندعوه ولا رب سواك نستجيره. أدعوك ربي حزينا هائما قلقا، فارحم بكائي يا إله البيت والحرم. ألا أيها المدعو في كل حاجة شكوت إليك الضر فارحم شكايتي. اللهم ليس لنا رب سواك ندعوه ولا رب سواك نستجيره ونلوذ به، فارحم ضعفنا وقلة حيلتنا واستجب دعاءنا. اهدنا الصراط المستقيم، اللهم ارزقنا التوفيق والهداية على صراطك المستقيم يوم الغاشية، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صراط الذين أنعمت عليهم، اللهم اهدنا ووفقنا على صراطك يوم العرض عليك. اهدنا كما هديت النبيين والصديقين والشهداء غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم لا تفتنا كما فتنتهم ولا تحرمنا كما حرمتهم. اللهم لا تزل أقدامنا على صراطك، وارزقنا الهداية كما هديت الصالحين. اللهم ارزقنا الهداية عليه سالمين غانمين، ليس كالذين غضبت عليهم ولا الضالين. بعد كده بنروح للركوع والسجود، ولازم تعرف ان ركوعك وسجودك مش مجرد حركات بتعملها وخلاص. ركوعك هو عبارة عن ان انت بتتذلل لله عز وجل عشان يغفر لك ذنبك، وانك مش بتعمل الحركة دي غير ليه. وسجودك هو اقرب ما يكون ليك لربك، وان كلامك في السجود مسموع.
فانظر بما تناجي رب. بعد كده تقوم من السجود وتجلس جلسة التهيئة، وكأن سجود واحد مش هيكفي. سجود واحد مش كفاية ان انت تدعي فيه ربنا بكل اللي في نفسك، ولا كفاية ان انت تناجي بيه ربنا بكل اللي يحول في صدرك. فتقول في الجلسة ديت: اللهم اغفر لي، اللهم عافني، اللهم اعف عني، اللهم اجبرني، اللهم ارزقني. بعد ما تقوم من سجودك التاني والأخير بتقول التحية: التحيات لله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليك يا أيها النبي، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. لازم تعرف ان التحية اللي انت رميتها دي وصلت للرسول صلى الله عليه وسلم، ووصلت لعباد الله الصالحين من ساعة ما ربك خلق آدم، وانت خدت ثوابهم كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. بعد الصلاة الإبراهيمية بندعي دعاء الاستعاذة الأربع: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المحيا والممات، وفتنة أن أرد إلى أرذل العمر، وفتنة عذاب القبر. بعديها بنسلم. اوعى تسلم وتجري وتحسس ربنا ان انت عبد مجبور، حسسه ان انت عبد طائع، حابب انك تكون عبد ذليل لله، حاسس انك عندك الشرف انك تكون عبد ليه وحده مش عبد لسواه. حسس ربنا ان انت بتحمده ان هو اصطفاك وهداك لعبادته مش عبادة حد غيره. ولازم تعرف ان ربنا طيب لا يقبل الا طيبا، فلا تقدم له الا طيبا. بصراحة اكبر بلاء ان الواحد يبقى عارف دواءه ايه، بس هو منغمس في الداء، والحل بين ايديه، بس هو يا اما مكبر دماغه او مش عايز يحل. في الحقيقة انا ما قلتش كل حاجة عن الصلاة، ولا هقدر اقول كل حاجة عن الصلاة. يعني انا حاليا دلوقتي افتكرت حاجات كان المفروض نقولها في سورة الفاتحة بس ما عرفناش. بس الصلاة موضوع كبير قوي. الصلاة اهم مشروع في حياتك. انت بتحفظ قرآن عشان تخش على ربنا بقلب جديد، تخش على ربنا بخشوع جديد. انت لازم يكون حفظك للقرآن، لازم يكون ذكرك، لازم يكون تدينك كله علشان تحسن من صلاتك، علشان تجود من ركوعك، علشان تجمل من فاتحتك. الصلاة أهم مشروع ليك في حياتك. بس يا رب يكون الفيديو عجبكم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات